سورة قاف سورة الغفلة وعاقبة الغفلة، ولكن تعالوا ناخدها كده، يعني ناخد شعارات منها. تعالوا قبل ما يعني نحاول ان احنا نصلي بيها ونعرضها على قلوبنا، تعالوا ناخد شعارات منها. اول شعار: والقرآن المجيد. المجيد صاحب الامجاد، القرآن صاحب الامجاد، سبب مجد الامة كله هو القرآن، سبب ابو بكر وعمر هم القرآن. لما بمسك كتاب للصحابة بقول ده دليل من ادلة معجزات اعجاز القرآن. ليه؟ لان اللي صنع الصحابة هو القرآن. فالكتاب الصحابة بطولاتهم بتبهرنا انا شخصيا بالقرآن، لان اللي عمل البطولات دي هو القرآن. والقرآن المجيد، امجاد القرآن اللي خرج الصحابة، امجاد القرآن اللي بنى مجد الامة. انما القضية هنا يا جماعة لما سورة قاف تتكلم عن القرآن، والسورة اللي قبلها سورة الحجرات بتتكلم عن عام الوفود، بتتكلم عن قبائل العرب كلها وجايه للنبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه ان هو يقبل منها اسلامها، والعرب جايين نفسهم يسلموا ونفسهم يقربوا من النبي عليه الصلاة والسلام ويفهموا الدين ويتعلموا الدين. يعني سورة الحجرات بتتكلم عن اعظم لحظة فتح النبي عليه الصلاة والسلام عاشها قبل ما يموت. سورة قاف اسود لحظة غلق النبي عاشها في مكة في عام الحزن. يا جماعة سورة قاف نازلة في عام الحزن، طب ربنا يجيب سورتين ورا بعض بالمنظر ده ليه؟ سورة بتتكلم عن الفتح الدعوي الرهيب والفتح المهول في الواقع، وبعدها على طول سورة بتتكلم عن عام الحزن، بتتكلم عن البهدله اللي اتبهدلها الصحابه في عام الحزن، عن الاذى اللي تعرض ليه النبي عليه الصلاه والسلام في عام الحزن. كأن المعنى لما يفتح عليكم في الدعوه اوعوا تفتكروا سبب الفتح ايه، اوعوا تنسوا سبب الفتح ايه، اوعوا تنسوا ان ورا الفتح ده كان فيه قرآن هو اللي بناكم، هو اللي رباكم، هو اللي غيركم، هو اللي صنعكم. اوعوا تفتكروا القرآن، اوعوا تنسوا القرآن، اوعوا تنسوا ان القرآن كان هو السبب في اللي انتوا فيه ده، اوعوا تنسوا ان عام الحزن والفترات الصعبة اللي عدت عليكم لولا القرآن ما كنتوا صبرتوا عليها ولا كنتوا ثبتوا عليها. فتقلب بعد سورة الحجرات بقى الفتح المبين في سورة الحجرات، تفاجأ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. ياه، رجعنا لعام الحزن تاني، رجعنا لمكة تاني. كأن ربنا بيقول لنا اوعوا تنسوا التربية، اوعوا تنسوا القرآن، اوعوا تنسوا الحاجات اللي هي السبب في الفتح اللي انتوا فيه دلوقتي. مهما فتح علينا يا اخواني، مهما فتح علينا